من حوالي 17 سنه الناس كانت اول ما تسمع ان احمد حلمي نزل بفيلم كانت بتحجز من غير ما تعرف اسم الفيلم. مجرد اسمه على البوستر كان كفايه يخلي الناس تطمن انها داخله على حاجه حلوه. لكن النهارده الوضع اتغير تماما، وفي الفيديو ده هنحاول نجاوب على سؤال مهم: هو احمد حلمي راح فين؟ احمد حلمي بدا مشواره في الفن كمهندس ديكور، بس اول ظهور فعلي ليه في السينما كانت سنه 2000 في فيلم الناظر بدور عاطف. الفيلم ده مش بس نجح، ده جمع بين اتنين سيطروا على السينما الكوميديه لاكتر من 13 سنه: احمد حلمي ومحمد سعد بدور الليمبي. انا فاهم سيادتك، انا فاهم سيادتك. معلش انا بس لما بصحى من النوم ببقى شكل واحد تاني. بص اهي وغيب له واحد تاني. بس للعلم احمد حلمي كان طالع قبل كده في عبود على الحدود مع علاء ولي الدين، وكان بيقدم برامج اطفال، بس قليل اللي خدوا بالهم منه وقتها. والكيمياء كانت بين عاطف والليمبي كانت لا تقاوم، وده شجع المنتجين ياخدوا المغامره ويعملوا فيلم جديد يجمعهم سوا، وكان اسمه 55 اسعاف. الفيلم كان كوميديا عشوائيه بس من النوع اللي بيضحك بجد من غير تعقيد. وعشان تفهم يعني ايه كوميديا عشوائيه روح اتفرج على الرجل عناب وهتفهمني. ستي بسبست لي بسبوسه بالعسل والسمنه والسكر. ايه ده يا دكتور بيرم؟ انا بقيت اقول السين عادي، مش هغلط في اسمك تاني يا دكتور بيرم. انت السين اللي كانت في بيرم دي كانت مجنناك يا راجل. 55 اسعاف حقق نجاح معقول. بعدها احمد حلمي بقى نجم شباك حقيقي، ودخل على فيلم ميدو مشاكل سنه 2003. فيلم ما فيهوش قصه تقيله بس تضحك من اول دقيقه لاخر مشهد، وده كان كفايه وقتها لان احمد حلمي كان معتمد على فكره ان انت تضحك وخلاص، ما كانش لسه وقتها بيقدم رسائل ومجرد ساعه ونص كوميديا صرف. وبعدها عمل صايع بحر، وده بجد من الافلام اللي لو ما شفتهاش فاتك نص عمرك بجد. المهم صايع بحر كان خطوه كبيره جدا. وبعدها حلمي عمل فيلم زكي شان، وده واحد من احسن 4 افلام عملهم في حياته. الفيلم ده ما شفته هتضحك كانك اول مره تتفرج عليه، كوميديا ذكيه واداء عالي. وفي 2006 حلمي عمل حاجه شبه مستحيله، نزل ب3 افلام في نفس السنه. هي مش مستحيله على عادل امام اللي نزل برضه قبل كده ب7 افلام في نفس السنه. والثلاث افلام كان جعلتني مجرما وظرف طارق ومطب صناعي. والغريب ان الثلاثه كانوا حلوين، هو مش تحفه فنيه بس افلام ممتعه وتحقق المعادله. وفي نفس السنه حلمي قرر يوسع قاعدته الجماهيريه اكتر وعمل برنامج اطفال اسمه من سيربح البونبون. فكره بسيطه ولطيفه بس نجحت، وحلمي قدر يخلي من خلالها الاطفال يحبوه ويزود شعبيته عند كل الاعمار، وده اللي حلمي كان عايز يوصل له. نيجي بقى لكده رضا، قصه عبقريه عن 3 اخوات شبه بعض بيعيشوا كانهم شخص واحد. حلمي عجبته الفكره جدا واشتراها ب 300 جنيه من شاب. ولو ما تعرفش الشاب ده كان احمد فهمي وقتها، وهو احمد فهمي كان كاتب قبل ما يبقى ممثل. شريط تنبيت بالشكل ده؟ قلت لك ده نبيذ قبرصي هايل اسود. والقفزه الحقيقيه لاحمد حلمي كان فيلم اسف على الازعاج. اول مره نشوف احمد حلمي في دور درامي بجد بيتناول قضيه اجتماعيه بجديه من غير ما يفقد خفه دمه. الفيلم بيحكي عن الاكتئاب بشكل عبقري، كل تصرف غريب بتشوفه من البطل ليه تفسيره. احمد حلمي قال للعالم انا مش مجرد ممثل بيضحك، انا ممثل بيفكر وبيفهم، ووقتها كان بيختار شغله بعنايه. طبعا فل المعلم مش والله ده كويس، ده اوانه رشدي مش اوانه. بعد اسف على الازعاج بيرجع لنا احمد حلمي في فيلم الف مبروك. الفيلم ده مش بس كوميدي، ده كمان فيه رساله ورساله قويه جدا. وحلمي وقتها كان بيبدا يدخل في نوعيه افلام مختلفه فيها محتوى اعمق وافكار تستاهل التفكير. وخليني اقولها بصراحه، احمد حلمي واحد من افضل الممثلين اللي بيقدروا يوصلوا لك رساله او نصيحه من غير ما تفقد متعتها في المشاهده. بعدها نروح لعسل اسود، وده من وجهه نظري اهم فيلم عمله احمد حلمي، وفي نفس الوقت اكتر فيلم تطهيري حلمي عمله. بس علشان نرد على السؤال ده بالكامل محتاج حلقه لوحدها. الفيلم بيعرض لك مشكله من اكتر المشاكل اللي بتقابل اي حد بيعيش بين ثقافتين، اللي اتربى في بلد غير بلده. للعلم في حوالي ربع ساعه من الفيلم محذوفه لاسباب سياسيه. احمد حلمي اتعلم الانجليزي مخصوص علشان يقدم الفيلم ده. وفي نفس السنه تقريبا نزلت روايه تراب الماس، وحلمي وقتها كان عامل شركه انتاج واشترى روايه علشان يحولها لفيلم. لكن حصلت مشكله بينه وبين احمد مراد مؤلف الروايه، فحلمي انسحب من المشروع مع ان الفيلم اصلا كان تحت سيادته. ودي كانت اكبر غلطه فنيه عملها، لان الفيلم نزل بعدين ببطوله آسر ياسين، كان من اقوى الافلام في تاريخ السينما. ونيجي هنا لبلبل حيران، نزل بعد عسل اسود بسنه، كان من اضعف افلام حلمي. تحس الفيلم معمول عشان سبوبه والسلام مش اكتر. بس للاسف لما تيجي تقارن بلبل حيران بخيال مآتة ولف ودوران هتكتشف ان هو راح معانا. وبعد كده حلمي يرجع للسينما باكس لارج، وده من افضل الافلام اللي ناقشت مشكله السمنه من غير ما تتحول لسخريه. الفيلم بيحكي عن مجد رسام كاريكاتير عايش لوحده، بيقدم صوره انسانيه ومحترمه عن التخان. ايه السلام عليكم، الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعال. ونروح لسنة 2013، سنة عمل فيها أحمد حلمي فيلم على جثتي. الفكرة كانت حلوة فيها رسالة بس التنفيذ كان ضعيف، والكوميديا ما كانتش بنفس المستوى المعتاد منه. السلامة، اركن العربية في أي حتة واطلع. أنت عارف إني لا أستطيع الطلوع، أنزل أنت.
انزل بسرعه عايزك. خلاص خليك انا نازل بسرعه. طيب وبعدها حلمي عمل صنع في مصر فيلم ما هوش سيء، بس الناس ما تقبلش الفيلم لانهم متعودين من حلمي على مستوى اعلى. الفيلم ما حققش اللي كان المفروض يحققه رغم فكرته المختلفه، واللي انا شايفها ان هي فكره كويسه نوعا ما. يا حبيبي بقول لك سيبني مكاني، لازم تتضرب يعني. بعد كده حلمي طلع بصوته في مسلسل العمليه ميسي، وما طلعش بصوته طول المسلسل اصلا، ده هو مجرد طلع نص المسلسل والنص التاني جابوا واحد يقلل الصوت. اطلع بره، ده انت مجنون، هتقول نفسك قبل ما حد يجي مجنون. انت اطلع بره. انت كده بتخسرني يا سيدي ده انت خسارتك مكسب. بره بره. اسمع بس انا عايز اقول لك ايه تاني هو كان في اولاني قلت بره. معاك احتياطي احتياطي. حاضر يا سيدي. رشدي يا باظة زكي روسو اتفضل. واللي ما تعرفوش اصلا ان احمد حلمي كان بيظهر لراوي الاعمال كتيره، منها لا مؤاخذه وهروب اضطراري لو ما تعرفش، وغيرهم كتير. نيجي بقى اللف ودوران. الفيلم ده ببساطه ما فيهوش لا قصه ولا تمثيل ولا اخراج، تحس الفيلم معمول في يومين. الفيلم حرفيا ما فيهوش اي حاجه تفكرك باحمد حلمي اللي احنا عارفينه. يا ادهم يا شاذ بانه لن تنعم امريكا، لا لن تنعم انت بيوم واحد. ادفع المليون، تعاطفك وحده مو كفايه، وان لم تدفع لسوف اقتلك واقتل بنتك ثم اقتل كريم السكرتيره. عليكم اللعنه جميعا. بعدها حلمي قدم فيلم واحد تاني، وهنا للاسف حلمي عمل حاجه صدمت الناس، مش هقدر اقولها بالتفصيل عشان اليوتيوب ما يحذرش الفيديو، بس هلمح لك واقول لك ان احنا ما كناش متعودين منه عليها خالص. ودلوقتي خلينا اجاوبك على السؤال اللي بدانا بيه، احمد حلمي راح فين؟ احمد حلمي في اخر 5 سنين ابتدى يعمل افلام ملاش قيمه حقيقيه، ومع الوقت اختفى، ومع ظهور جديد من الشباب المنتجين بداوا يبعدوا عنه، ودي سنه الحياه. بس هل دي النهايه؟ من وجهه نظري لا. حلمي لو رجع يختار بعنايه وركز في الادوار القويه ويسيب فكره نشتغل عشان السبوبه، هيقدر يرجع اقوى. عيب انه يتعلم من محمد سعد اللي رجع بفيلم الدشاش وقدم افضل كامباك له من سنين. الفيديو بتاعنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. قول رايك تحت في الكومنتات، هل حلمي ممكن يرجع؟ ما تنساش برضه تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه، ربنا ينصرهم يا رب ويرحم شهدائهم. بس كده، السلام عليكم.